كالعادة لعب بخطته التي يحببها والخطة التي تزعج كل منافسيه، سواء المنافسين يعني بين قوسين متوسطين أو كبار المنافسين. شفنا أمام إسبانيا نفس الطريقة تقريبا، مع صعود نوعا ما لخط الدفاع إلى حوالي 30-40 متر من المنطقة تاعهم. هذا كان يخلي يعني شوية ارتباك في بناء اللعب عند المنتخب البرتغالي، الذي لم يجد حلول كثيرة إلا بتمرير الكرة بصفة عرضية، ودخل في اللعب الممل واللعب الذي يعطي ثقة أكثر للمنتخب المغربي وينحي ثقة المهاجمين. لماذا؟ يجد الحلول؟ ما الذي افتقده إذن؟ منتخب برتغالي ما الذي افتقده؟ أنا أتحدث على منتخب برتغالي كان رهيبا على أكيد كان مرشح بعد النتائج الجيدة التي حللها. نظن أن المنتخب المغربي اليوم عرف كيف يكمل في نسق دفاعه في يعني المنتخبات. يعني شفنا اليوم حكيم شأنها ما بينها، لو تشوف كرواتيا، لو تشوف فرنسا، لو تشوف المغرب، المنتخبات هذه تدافع جيدا. اليوم صلابة دفاعية هي المفتاح الأول، ثم النتيجة 2-1 1-0 وتفوز بالمباراة. المغرب المفتاح أين هو؟ المفتاح لما أنت تفوت الدقائق وتكسب ثقة من المباريات الأولى. أنت لم تقصي أي فريق، قصيت إسبانيا، ثم اليوم مع مرور الوقت تشوف أن المنتخب البرتغالي لا يجد الحلول إلا عندما خرج اللاعب رومان سايس، الذي كان قادر يكون أحد يعني أن تورنو دي ماتش، يعني منعرج اللقاء. وشفنا الدخول خلينا راح نتكلموا الدخول متأخر تاع كريستيانو رونالدو ولياو. لماذا؟ لو دخل رونالدو أساسي اليوم راح تكون مباراة أخرى. لماذا؟ لأن هو يجيد، يعرف مليح يدير لي زابيل ورابيد على هذاك الجان اللي دار حاله راموس. منتخب البرتغال افتقد يعني مساحات اللي ما خلاها لوش المنتخب المغربي، لأن أنت تلعب ضد فريق سويسري اللي هو كذلك يهاجم، اللي هو داير نفسه في نفس المستوى كالمنتخب البرتغالي، اللي حب يلعب مباراة مفتوحة، اللي ما عرفش يقيم خصمه وترك فراغات كثيرة. وكنا تكلمنا على الكرات المرتدة لدوزيام بالون اللي ما كانش حاضر فيهم فريق سويسي. اليوم تقريبا كل الكرات المرتدة خداها المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان حاضر في الثنائيات، كان قوي لاعب ضد لاعب. هذا هو الشيء اللي افتقده المنتخب البرتغالي، بلاعبين قويين. لو تترك له عفوا المساحات وتترك له الفراغات وتخلي واحد ضد واحد بدون تغطية، لاعبين مهاريين يقدر يروح لك. بعد دخول لياو، بعد دخول كريستيانو، كانت الامور صعبه في بدايه دخولهم. نقول لك اللقطه اللي عملها كريستيانو رونالدو، لان المنتخب المغربي لاول مره اصعد لنصف الميدان. رونالدو كانت عنده المسافه يطلب في الظهر، ولكن لما لو لا هذا احنا زين ما نتكلموش على لاعب، احنا نتكلموا كمنظومه. المنتخب المغربي عفوا زين، المنتخب المغربي لان الضغط كثر عليه، تدخل وليد الركراكي وقال اطلعوا، طلع كل الفريق في تماس على ما اظن. وفي هذيك اللقطه من بعد كانوا في حوالي 30 متر، طلب كريستيانو الكره في الظهر. ولكن لو كان نشوفوا كامل المباراه تقريبا المنتخب المغربي كان يلعب في خط 18 متر، وفي خط 18 متر ما عندكش فراغات تطلب بالمساحات. الامر كذلك ان دالو لاعب المدرب عمل غلطات كبيره. انا نقول لك لاعب مثل دالو يعني اللي ما نجحش في مانشستر وبعتوه يعني لميلان وعاود رجع عاودوا. اللاعب دالو كان يفعل كل شيء، ولكن التمريره الجيده اللي لازم يعملها ما كاش يعملها. انا كنت نستنى يعني يخرج دالو ويدخل كونسيلو على اليمين، لان غيريرو يصعد يساعدك. ولكن دالو ما قدم اي شيء. المنتخب البرتغالي كان يصنع الزياده العدديه وكان دائما يخرج دالو على الجهه، ولكن تمريرته دائما فيه كنترول زائد او كنترول غير جيد، وفي هذا المستوى ما تسمحلكش. شفنا تمريره اللاعب يعني زياش على ما اظن هو اللي عمل تمريره الهدف، زياش في راس لا بوفال. شفنا تمريره بوفال كيف كانت بين الحارس وساقطه. شوف كيف عطيت الله. شوف التمريره باش نتكلموا على الظاهر،
تمريره دقيقه جدا، ولكن النصيري كان يعني ذكي وقطع الكره، خلى اللاعب وسط الدفاع هو اللي ما خلاش الحارس يخرج بطريقه جيده. لا كان خطا ولكن قطع الكره. لو كان استنى الكره وراء الحارس كان الحارس ياخذها. طلع خطا كانوا معاه رونالدو طار ما طلعش. يعني شي داش الصوره تاع رونالدو يستغرب يعني كيفاه اللاعب يقدر يطلع. نعم شوف هو وزميله باش نقول لك في هذا المستوى علاش قلنا الأظهرة يلعبوا دور جد فعال لما تكون التغطية جيدة، هما اللي يجوا من وراء ويصنعوا الزيادة العددية. ولكن لما تكون ظاهر، شفنا منتخب فرنسي، أنا نعطيك يعني مثال بمثال. منتخب الفرنسي اللاعب اللي لعب أول مرة أول لقاء بافار كان ما كانش في المستوى، نحاه تماما. قال له انت يا خاطر وضعيه تسلل هذيك الهدف هو اللي كسر وكان بعيد بافا. لما تشوف ثاني اللاعبين المغربيين تلقاهم في كل مكان. لا نعم صح زين اسمح لي نكمل لك. نتكلموا على دالو كم من مره ما تقدرش انت تلعب في البرتغال في مستوى عالي، ما عملت ولا تمريره جيده، دائما يدخل دائما يزيد يديها زياده تخرج له الكره. انت راك في مستوى عالي، ما نقصوش من التنظيم المغربي، ما نقصوش من الشراسه. شفنا سايس دائما كان يخرج يقطع كرات، هذا اللي خلاه يتعب. ولكن في المستوى العالي لازم تكون دقيق، لما تصعد مره او اثنين او ثلاثه لازم تجيب هذيك الزياده. انا نقول في التغييرات كانت تقدر تكون تغييرات نوعيه لو دخل كونسيلو على الجهه اليمنى، لان كونسيلو مراوغ جيد يقدر يدخل ويعطيك تمريرات. بداية الخيارات كانت خاطئه من سانتوس ام ان لا احنا دائما نقولوا خيارات خاطئه لما ما تجيبش بالنفع. احنا لانه انا اتخذ ما قاله لويس اليوم حكيم. لما نتكلموا على تكلمت على الدفاع، هل اليوم باسكو الناس كي تتكلم تقول المنتخب يدافع؟ لا تفضل. ليس الا الدفاع، لان اليوم دفعوا بطريقه حديثه. لان الدفاع، هل رايت انت يعني كل الثقل تاع المنتخبات الاخرى طاح على الدفاع المغربي؟ لا، هذه اولا. ثانيا وين تشوف ان هذا المنتخب يعني متكامل ويلي كومباكت. متكامل حكيم. شوف اليوم تتحدث متكامل لما تكون بطريقه مختلفه. شوف سامحني نعطيك. شوف اليوم لما تكلم لي على الدفاع، اليوم عنصرين اساسيين ما يلعبوش. مزراوي ما لعبش على الجهه اليسرى، عقراد ما لعبش في يعني في فلاكس تاع ما لعبش فلاكس تاع لا ديفونس، لعب اليميق. عباك وشنو هو لو كومبارتيمون صعيب كاع اللي تبدلوا سي لاكس. وزيد على ذلك اثناء اطوال المباراه السايس زاد دخل واحد اخر، مدافع اخر. وعلاش نقول لك ان ليس الدفاع وحده اللي يتحمل. شوف اليوم المنتخب المغربي لما تشوف بوفال يدافع، تشوف زياش يدافع، وتشوف عندك واحد كيما مرابط على منظومه. شوف منظومه. شوف حكيم سامحني يا مؤمن، اليوم لو 4-1-4-1 تاع الفريق المغربي لما تشوفوا منتشر فوق ارضيه الميدان، ما تشوفوش منتشر بتلك الطريقه التي يعني الخطه التكتيكيه اللي دارها الركراكي. تشوفوا تقريبا بتروا ريدو ديفونسيف، يلعب بطريقه يعني يخلط حسابات المنافس. لان شوف هما يدافعوا، يبداو الدفاع تاعهم في الهجوم، يعني يبداوه طريو سون ديفونس طري اوت اللي ما يخليش المنافس يبني الهجمات تاعو. واليوم اكثر من ذلك، لان المنتخب الاسباني معروف بالتمريرات القصيره، يلعب لا فيرتيكاليتي، يعني يلعب غير تمرير. ولكن المنتخب البرتغالي يلعب الهجمات المباشره، شفناه كيف يدير، يحب يعني يدخل. ولكن اليوم المنتخب المغربي عرف كيفاه يكسروا، وعرف يروح بمرتدات، وعرف ايضا سامحني وين اليوم وين المنتخب المغربي كان احسن تنظيما. كان يعني وين عرف لما يعني ينحي الكره للمنافس، يعرف كيفاه يشدها ويعرف كيفاه يصنع هجمات اللي تخليه يتنفس ويتخليه يعني ما يخليش المنافس يسيطر ويستحوذ على الكره داخل المنطقه. هل اختلف